يا مساء الفل، تعالي اقولك على طريقة هتعتمديها في كل عزومة خطير. اول حاجة معايا حتة من السمنة البلدي والشعرية بدل الرز. فانتي شوفي عدد الافراد اللي عندك في البيت ومن خلالها هتشوفي هتعملي شعرية قد ايه. ببتدي ان انا احمص الشعرية بالمنظر ده لحد ما يوصل ان يكون لونها ذهبي كده. تمام، لما يكون لونها ذهبي كده بطلعها في بولة على جنب زي ما انا بطلعها كده. ده شكلها بعد ما طلعتها في بولة على جنب. في نفس الحلة اللي انا بعمل عليها بحط برضو حتة سمنة وبحط اللحمة الموزة بتاعتي تتشوح كده وتاخد اللون الجراي بتاعها ده عشان تستوي اسرع. ده كده لما اخدت اللون الجراي بتاعها الخطير دي ان انا احط حبهان ورق لورا ومعايا بصل متقطع صغير جدا بالملح والفلفل والجزر اللي متقطع بالشكل ده. ده شكلها بعد ما اخدت التشويحة وحطيت البصل والكلام ده. ده كيس ال11 بهار بتاع كنوز. لو ما عندكيش ممكن تستبدليه ب7 بهارات وملح وفلفل ومرقة اللحمة البقري. ممكن ما تحطيش ملح عشان هتحطي المرقة على حسب انتي بتحبي الملح نسبته بيكون ايه في الاكل كده. انا سبت البصل يتشوح على نار متوسطة. هنزل عليه بمية مغلية يعني سخنة جدا. تمام، حوالي 3 كوب كبار من المية لحد ما تغطي اللحمة. ده اللحمة قعدت معايا 1.5 ساعة على درجة حرارة نار متوسطة. بعد كده بشيل الجزر بتاعي على جنب وبرميه في الباسكت. وبعد كده بضيف الشعرية بتاعتي. ببقى طبعا بقى شوحتها وكده وسايباها على جنب. لما اللحمة بتأكد ان هي استوت كويس جدا بضيف الشعرية اخر حاجة خالص عشان الشعرية مش بتاخد وقت اساسا في السوا. وبعد كده بضيف كوب من المية عشان الشعرية تستوي فيه وبغطيه بقى بسيبه نص ساعة. وبعد كده بضيف عليه الزبيب بتاعي. وكان معايا شوية لوز حمرتهم عشان يعني بيدوا طعم حلو وتزيين حلو. بضيف الأكلة بتاعتي. جربوها وبألف هنا وشفا يا حبايبي.